مهمة جدا كانت بتساعد كل أهل سينا في الوقت اللي كانت سينا مليئة بالإرهاب، وده أكتر واحد كان بيشتغل على ملف التنمية. النهارده بقاله أكتر من عامين هو رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري. كل كرتونة مساعدة جاءت لمصر وعدت الناحية الثانية كان هذا الرجل هو المسؤول عنها وعن الخدمة. أنا رحت معبر رفح والتقيت بيه هناك من مجموعة الشباب اللي تزيد عن 300 شاب متطوعين لا يأخذوا أجر إلا من أجل إدخال مساعدات لشعبنا المحاصر، وأنا سعيد بإنه استجاب لدعوتنا النهارده وجه عشان يكون معانا وأعطينا الكلام. اتفضل. شكرا دكتور عبد المنعم. شرف كبير لي أكون موجود ما بين هذه القامات. يمكن خليني أقول حاجة بسيطة جدا، إنه إحنا جايين امبارح من مدينة خان يونس في غزة، كنا بنعمل مخيمات للفلسطينيين. هذكر لكم حاجة بسيطة جدا، إنه الأشقاء الفلسطينيين بعد ما بنينا المخيم الثاني، الأولاني كان 1000 خيمة كان فيها حوالي 10,000 فلسطيني، والثانية اللي احنا خلصناها كان فيها 240 خيمة. بمجرد انتهاء بناء الخيم كان كل الفلسطينيين يتسابقوا على حاجة واحدة بس، انه يبقى موجود في الخيم اللي تشرف عليها مصر، وهي دي عاصمة مصر. إذا نوب عن العالم أجمع في التصدي للقضية الفلسطينية، وينوب عن كل العالم في إيصال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين. بشكركم وبشكر الدكتور عبد المنعم وحزب العدل على التكريم اللي احنا لا نستحقه. هذا التكريم يستحقه الشباب اللي موجودين على المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية لأشقائنا في فلسطين.